السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. وحلقتنا النهارده وزي ما بقول كالعاده في كل مره هي تكمله لسلسله حلقات كل اللي عايز تعرفه عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026. اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات ولسه مكملين. تقدر تخش على القناه هتلاقي الحلقات كلها بالترتيب، او هيظهر لك اللينك فوق، لينك البلاي ليست او القائمه، تخش تتفرج على الحلقات براحتك. اما المسلسل اللي جايين نتكلم عليه النهارده وهو مسلسل عين سحريه للنجم عصام عمر والنجم باسم سمرة. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل عين سحريه هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. طلعني من دماغك بدل ما بقيتك في دماغي. مسلسل عين سحرية. الأول كده بسم الله نتكلم على أبطال ونتعرف مع بعض على أبطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الألقاب للجميع: عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، وجنى الأشقر، سما إبراهيم، فاتن سعد، محمود فارس، فرح، رباب ممتاز، وعمر شريف الطفل عمر شريف. طبعا مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال ومن إخراج سدير مسعود. أتمنى تكون نطقت الاسم صح. ودلوقتي بعد ما تعرفنا على أبطال وصناع المسلسل، تعالوا نخش أكتر وأكتر في تفاصيل وقصة وأحداث مسلسل عين سحرية. اسمع حبيبي، أنا عايزك تشتغل معايا. في ايه؟ أفهمك. أنا في فرق كبير قوي بين القانون والعدالة. أنا اخترتك عشان نحقق العدالة. تدور أحداث مسلسل عين سحرية حول شخصية بسيطة تمتلك موهبة في تركيب كاميرات المراقبة، واللي هيكون قايم بدورها هنا عصام عمر. وتحت ضغط الظروف المادية بيوافق على زرع كاميرات مراقبة بشكل سري أو بشكل غير قانوني مقابل الفلوس، قبل ما يشوف بالصدفة جريمة قتل. وفي محاولة منه إن هو يحفظ أو ياخد الفيديو بتاع اللي شافه ده، بيتجر إلى شبكة خطيرة، وبيكون المسؤول عن الشبكة دي بيكون هو المحامي الفاسد زكي غنام، اللي هيكون قايم بدوره الفنان باسم سمرة. قاعد هنا وسايبني مستنيك؟ انت عايز ايه؟ أنا عايزك تركز معايا، عندنا شغل مهم بكرة. انا لا هصور حد تاني ولا ليا دعوه بحد. انت بتعمل ايه هنا؟ ومش بس الصراع مع محامي فاسد، ده مع مافيا ومع تهديد عائلته. بيجبر عادل هنا هيكون هو عصام عمر اللي قايم بالشخصية عادل، وبيجبر على ان هو يخوض الرحلة اللي مليانة بالمخاطر والتحديات عشان يكشف اللغز والسر بتاع القضية او الجريمة دي. لغز المحامي ده. وانت كل يوم تخش لي بنصيبه؟ كل مره بنرتب شغلنا وننجز المهمه من غير ما حد يحس بينا، فجأة يسيبني ويمشي ويبعد عني. انا بقيت شيك خالص في اللعبه. وخلال الاعلان اللي نزل بنشوف افتتاحيه الاعلان، بنشوف فيها عادل اللي قايم بدوره عصام عمر وهو بيتكلم وبيحكي عن حياته والحياه البسيطه بتاعته. أنا بهرب طول حياتي من كلام الناس، اللي بصحى فيه بنام فيه، شغال بس عشان ناس تانية مش عشاني. عشت عمري كله مش عايز ابقى شبهه. وبعد كده بنشوف باسم سمرة زكي غانم المحامي الفاسد، اللي هنشوفه وهو بيطلب من عادل ان هو عايزه يشتغل معاه حاجات غلط عشان يستغل موهبته في شغل المراقبة. مش مجرد شخص بيركب كاميرات، لا هو متميز في شغل المراقبة. فيديو ما بيقولش أي حاجة، ما بيقولش أي كلام. ايه هنعمل له مكتبه فيديوهات؟ مين اللي ودى الفيديوهات دي للرقابه الاداريه؟ لكن من الواضح واللي شفناه في الاعلان ان هيكون في مواجهات وصراعات ما بينهم. ممكن يبقى في الاول يشتغلوا مع بعض، لكن مع واحده هيكتشف عادل سر الراجل ده. مش هنمشيها ابن واب، هنمشيها شغل ومصالح. انا مش محتاج حد، انا مش ابنك. العربي بيمدد سبع جد. طبعا ابوك مقصر. واصلا اللي هيخليه يتحالف مع المحامي ده حاجه غير جريمه القتل، ان عادل هيتورط مع احدى الستات، وده اللي هيخلي عادل ان ما يشوفش ان في غير حل واحد وهو التحالف مع المحامي ده في البدايات عشان يقدر يخرجه من الورطه بتاعته دي. فكل الاحداث دي وكل الكلام اللي اتكلمنا عنه ده هيدور في اطار يجمع ما بين الاثاره والغموض والتشويق في الاحداث والحلقات. وده الشيء اللي يخليني متحمس جدا للتجربه ومتحمس جدا لعصام عمر
وباسم سمرة. عصام عمر اللي محقق نجاح كبير جدا، واخرهم مسلسل بطل عالم اللي لسه مخلصه. عصام عمر واحد من النجوم اللي محققين نجاح خلال الفتره الاخيره، فيلم سيكو سيكو والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والسنه اللي فاتت في مسلسل نص الشعب اسمه محمد. عصام عمر واحد من النجوم اللي محقق نجاحات، وواحد من النجوم اللي بينتظرها الجمهور وينتظر اعماله، بالاضافه للنجم باسم سمرة. احنا يعني طبعا مش محتاجين نتكلم على واحد من نجوم مصر، فده يخليني متحمس للمسلسل والفكره، ومتحمس ازاي اشوف الثنائي ده مع بعض وايه اللي هيحصل بينهم وهيقدموه. فمتحمس جدا جدا لمسلسل عين سحريه. بتبعد عليا قدام مكتبك يا راجل. هنضرب النهارده هتطلع 12 مليون. مين اللي حق يزعل اكتر؟ طلعني من دماغك بدل ما بقيتك في دماغي. نورت يا عادل. انت كمان تقدر تقول لي هل انت متحمس لمسلسل عين سحريه، وايه توقعاتك، ايه اللي حاططها على المسلسل، وهتشوف ازاي الاحداث او الحاله اللي هيكون فيها مسلسل عين سحريه. انا كان في بوستر نزل شايف فيه باسم سمرة وعصام عمر وجيهان الشماشرجي. انا لا قعدت ادور واتاكد مفيش جيهان الشماشرجي في المسلسل، ان الناس تقريبا الثنائي ده عجبهم وفي كيمياء ما بينهم اللي شفناها في مسلسل بطل العالم، فالناس تقريبا مدخله برضو ان هم هيكونوا مع بعض في مسلسل عين سحريه. بس انا ما لقيتش جيهان الشماشرجي في مسلسل عين سحريه. انا اللي يبيعني ابيعه ايا ما كان مين هو. ربنا يفرحني بيك يا رب، افرح بيك كده واتهنى بعيالك حواليا. فبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اعتبر ان انا اتكلمت عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن المسلسل ده، فما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه. سلام.